الكلام ده شين والله يا استاذ. نحن في عرفنا السوداني الكلام ده في غايه السوء يعني. خلاص اللي يجيبوا لنا اسامي الاثنين دول ويجيبوا لنا التوقيع على عمليات الاجهاض في هنا المستشفى. طبعا ما معروف، لو مشيت المستشفى تعمل عمليه اجهاض بيدوك اقرار انت بتوقع عليه على اساس انه العمليه دي ممكن تكون مميته وانت بتتحمل المسؤوليه. حاجه دي معروفه. اللي يجيبوا لنا الاقرارات دي ويجيبوا لنا اسامي البنات، لكن ما كده يعني، ما بالطريقه دي. يقولوا المستنكرات اول حالات الاجهاض وكأنما في ثاني حالات يعني جايه. يا جماعه الكلام ده شين. الكلام ده نحن كسودانيين ساي نخوه كده ومروءه ما بنقبله. انا شخصيا ما قبلته يا استاذ، سواء كان الاشهد دول كوزات ولا شيوعيات ولا جمهوريات ولا من الحزب ما بعرف شنو. ما بقبل الكلام ده، انا ما قبلته لانه كلام شين ودخيل علينا يعني كذب بالطريقه دي. وانا قاعده في ولايه نهر النيل. انا ما عايزه اقول انه الناس في نهر النيل طاهرين ولا ملائكه ولا البنات ما بيعملوا كده، لكن ما بالطريقه دي يعني، ما بالسوء ده. الزول اللي كتبت المعده والله الحسه ذاتي انا اول ما بقدر اسمها نضال عمر اسمها، وانا اصلي بصلها حاصلها انا يعني ما بخليها. لو قاعده معانا هنا في نهر النيل، لو قاعده في الدامر ولا قاعده في عبره ما حخليها يعني، عشان نشوف الكلام ده كيف وحصل كيف، عشان على الاقل ننور ابهات المستنفرات دي لانه يستعيدوا بناتهم يعني، يجيبوهم بدل ما يبقوا كلهم حملات سفاح وعبولين عمليات اجهاض. ده ما مجتمعنا، دينا بناتنا يا استاذ، بناتنا ديل. يديك العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ ابو حسن، ان شاء الله طيب يا اخي. والله انا ما اعرف السجان وزعلك وشنو يعني، هو يعني جهه النكاح ده عندهم عادي، شايفينه شرعا وقانونا وشرف للبيت ذاته يعني. وزير الخارجيه حسن يطلع بيتنطط ببلده، بنته مشت جاهلت جهه النكاح ده مع ناس داعش وجات حامل، وهو في المطار كانوا بهللوا ويكبروا وعارفين انها جايه من جهه النكاح وحامل وبهللوا ويكبروا. فواضح انه الكلام عندهم ده شرف يعني، ماشي عيب يعني زي ما احنا شايفينه عيب. فما اعرف يعني في المسائل شنو، الناس ده شرفهم شايفينه كده صح يعني، شايفين انت لو عندك مفاهيم ولا عندك انعكاسات قاعد تتكلم في